كيبان لك غادي يكونوا مفاجآت، خصوصا لان كاينين بزاف ديال اللاعبين اللي برزوا. شفنا التصريح الاخر ديال عمر الهلالي اللاعب ديال الاسبانيول، واللي بين بانه احصائيات اللي خرجت ماركا كتقول بانه احسن مدافع ايمن في لا ليغا بلي ستاتيستيك، لاعب اللي ما كيتقلبش، لاعب اللي قدم مستوى ممتاز جدا من اللي بدا هذا العام. وحتى في التصريح ديالو قال بانه هو واجد يلعب في اللاكس، يلعب في ليبن، يلعب في البحر، في السماء، في الارض، في السهول، في الهضاب، المهم يلعب مع المغرب، وهذا في حد ذاته سي بيان. اللاعب اللي يمكن اللي قدم نيفو كبير جدا فين في اتلتيكو بيلباو مروان سنادي. قوه الاختراق اللي عنده، البنيه الجسمانيه ديالو، الطول اللي عنده، القوه الجسمانيه والبالو بيش، لاعب اللي قدم مستويات كبيره. سفيان طالبي كنظن بلا ما نهضروا عليه النيفو طالع. لاعبين اخرين اللي ردوا لو نيفو ديالهم بحال بوفال، بحال عاد يمكن اللاعبين اللي معروفين اللي كنشوفهم في الشامبيونز ليغ، هذا هو امير ريشاردسون اللي رجع حتى هو النيفو كيلعب ولا كيلعب في فيورنتينا. اش كتشوف بان غيكونوا ببعض، خصوصا حنا دابا كنقلبوا على اللاكس. مايي اللي كيلعب في دينامو زاغريب في كرواتيا، رئيس الفريق، خرج هو مدرب قال لك بارمي لي ميور جوار اللي كاينين في الدوري الكرواتي. مستوى ديالو هذه 3 سنين ملي كان في هنغاريا وفي كرواتيا، هو مستوى عنده كيلعب مؤتمر ولا كيلعب لوروبا ليغ، اللي حتى هو بوركوا با. شفنا عمر الهلالي، شنو القراءه ديالك اللائحه؟ انا كنظن بان المساله ديال الاختيارات ان تكون عندك لائحه موسعه، هذا امر اللي هو مهم. كاينين الركائز اللي طبيعه الحال لان كاينه المهاره وكاينه عاوتاني الخبره والتجربه كتلعب دور. ملي يكون عندك لاعب باقي في المستوى ديالو وعنده تجربه كبيره، ملي كتكلم مثلا على مرابط، على حكيمي، على نايف، على هادو ما يمكنش تغيرهم، لانهم هادو هما الركائز اللي كتبني عليهم يعني المنتخب الوطني، وهما اللي كيحملوا يعني المشعل ديال المنتخب الوطني في هذه المرحله. بالتالي مراكز اخرى كتبقى مساله ديال الجاهزيه، لان كاين اللاعبين اللي كانوا متالقين من بعد ربما تراجع المستوى، كاين اللاعب اللي كان المستوى ديالهم تراجع ومن بعد رجعوا النيفو ديالهم، كانوا كيفتقدوا مثلا بعض اللاعبين التنافسيه رجعوا للتنافسيه ديالهم. فانا كنظن تكون قاعده موسعه، ان اللي مهم هو اننا نركزوا على المراكز ديال الخصاص، هما اللي خصنا نقلبوا فيها على لاعبين. ملي كتكلم على ابرز مراكز الخصاص بالنسبه للمنتخب الوطني، عندنا اول حاجه من بعد بونو كاين يعني اللاكس، عندنا اللاكس يعني كاين نايف اقرد. كان شادي الرياض للاسف كانت الاصابه، باقي لحد الساعه ما لقيناش، كان كيجي سميتو بعض اللاعبين، ولكن كل مره كتكون تغييرات، فما كاينش لاعب الثنائيه اللي كانت مخلوقه بين العميد اللي هو غنمسيس وبين نايف اكرد. باقي ما لقيناش لاعب اللي يدير ثنائيه مع اكرد في هذا المركز، بالتالي هذا مركز مهم. راه المشكل انا ما بقيتش غير في اللي غيلعب مع نايف، راه حتى لا كانت اون بليسيور. وي جو سي هذا هو المشكل. خصك بعدا اسيري، بعدا متفق معاك، راه خصك اسيري حيت راه باقي انت ما لقيتيش بعدا لاعب اساسي اللي غيلعب. يلا قلنا شادي رياض ويبان كذا، جات الاصابه للاسف، فخاص بعدا لاعب اللي هو يلعب يكون واجد وعاد يعني في يعني في كرسي الاحتياط يكون واحد اخر. انا كنظن في كرسي الاحتياط ممكن تلقى، ولكن لاعب اللي يكون في النيفو الكبير اللي يهز الحمل مع نايف ويكون عنده تبارك الله مستوى يامن الدفاع ديال المنتخب الوطني، لان غتعرف غتلعب كاس افريقيا، غتلعب مع مهاجمين سرع وغتلعب مع مهاجمين كبار يعني قويين، لا في الجوطيط لا في يعني في السرعه لا في لي ديال. بالتالي خصك جوج اللعابه اللي يكونوا حارين ويكونوا قاصحين ويكونوا سرع. تلعبات الكره في الدار خاصهم يكونوا سرع باش انهم يريكيبيريو البالون. بالتالي انا كنظن بان اول مركز غادي يقلب عليه وليد الركراكي هو مركز مدافع. يكون عمر الهلالي يكون حل هلالي ديال اسبانيول. كنظن المستوى اللي كيلعب فيه يعني الاحصائيات
ولو يلعب اريير دروا، ولكن احيانا ملي كتغير المدافع، ملي كتغير ليه المركز يقدر، لان كاين مدافع اللي تغير ليه المركز ديالو ما عندوش مشكل، وكاين المدافع تحيدو من بلاصتو غادي يتلف. فهمتي؟ كتبقى دي مساله ديال هو واش قادر انه يغطي هذا الخصص ويكون في هذا المستوى. انا نلعب ما عنديش. ايوا كتشوف هذا شنو كيعطيك؟ كيعطيك بان اللاعب عنده الثقه، عنده الرغبه، ولكن خصنا نربحوا الوقت ويجي في هذه المباريات، لان المغرب عنده هامش ديال الخطا في المباراه، حنا ما باغينوش يخطا، مي يجي ونشوفوا في هذا المركز هذا. كنظن بان وائل كراكي عنده يعني متسع من الوقت في هذه المباريات، ولا عنده فرصه في هذه المباريات انه يقدر يشوف لاعبين اخرين، اللاعبين اللي عنده ديجا شافهم، ديجا متبعهم ديجا، مي بعض المراكز اللي كنقولوا كنقلبوا فيها، لا في اليسر مثلا الا ما كانش المزراوي، ولا بغى يدير المزراوي قدر الله ما كانش حكيمي بغى يدير المزراوي ارير دروا، خاص يكون عندنا ارير غوش في اللاكس. بعدا خصنا نامنوا هاد جوج المراكز، لا اليسر لا اللي غيلعب مع اكرد، وعاد نشوفوا الخيارات في الميليو ولا في لي زيرو. هذا كنظن كاين خيارات اللي هي كثيره، كيبقى ليه هو الاختيار على حساب طريقه ديال اللعب، على حساب الاحصائيات ديال اللاعب اللي هو واجد. ما ولو يكونوا لاعبين مثلا اللي لعبوا مباريات كثيره مع المنتخب الوطني وجاو لاعبين يلاه بانوا وعندهم يعني احصائيات ولا عندهم مستوى افضل، فانا كنفضل اللاعب اللي هو واجد هو اللي يجي باش تعطى رساله لاي لاعب انه المنتخب الوطني كيجي ليه اللاعب اللي هو واجد، اللاعب اللي هو كفء، اللاعب اللي هو غيعطي الاضافه، ماشي صافي تنادى عليه 4 5 6 يعني المرات صافي راه ضمنت بلاصتي في المنتخب الوطني، باش تبقى ديك التنافسيه واللاعبين تا هما يحافظوا على المستوى ديالهم مع الانديه ديالهم. فكنظن انا اسماء بزاف برزات في هذه الاونه الاخيره، كنظن بان اللائحه عند وايد موسعه، يقدر يختار لاعبين اللي يعني اساسيين ولاعبين اللي يقدروا يكونوا في المستوى ديالهم بدلاء. اللي مهم بالنسبه لي هو ان المنتخب الوطني حاليا عنده بعض المراكز خصو يلقى فيها لاعبين، ولكن عنده مراكز اخرى فيها اختيارات كثيره، خصو يمشي للمساله ديال الكفاءه ولا المساله ديال اللاعب اللي هو اكثر جاهزيه. كما قلنا شحال من مره نتمناو نحيدوا العاطفه، نتمناو نكونوا يعني وايد يكون فارم، يعني اللاعب اللي هو واجد هو اللي يجي، لان المنتخب الوطني غيدخل من بعد التصفيات وكذا، لان كنظن ان شاء الله المغرب غادي يتاهل للنهائي ديال كاس العالم، ولكن كنا كنتسناو كاس افريقيا، وباش نتسناو كاس افريقيا ونديروا فيه نتائج اللي هي ايجابيه فخاص المنتخب الوطني يكون على اتم الجاهزيه ديالو. بالتالي وايد كراكي هذه المساله ديال ان بعض اللاعبين داروا ليكسبلوا في كاس العالم وكان مزيان، ولكن دابا خصنا ندخلوا للمرحله اخرى ديال اللي مستواه كيأهلوا باش انه يكون مع المنتخب الوطني ويقدم الاضافه، مرحبا به. اللي تراجع المستوى ديالو خصو يمشي يخدم على راسو ويرجع. وهذا يمكن السؤال غيبقى دائما كيتطرح على جوج ديال اللاعبين عطاو الشيء الكثير للمنتخب الوطني المغربي، لاعبه كبار وها هما كيحاولوا يرجعوا للمستوى ديالهم. شنا بوفال وشنا زياش، جوج ديال اللاعبين اللي كيبقى يمكن تاريخ كبير ديالهم مع ليكيب ناسيونال. بوفال اللي رجع في نيفو كبير مع الفريق ديالو، كيلعب مع الاوروبا ليغ وقدم مستويات كبيره. زياش ها هو يلاه ماركا كفرة كيدخل، هادشي كله على كل شيء مكونسونطري على كوب دافريك، ان الامنيه ديال كادوك داروا كاتريام كوب دي موند، ولكن كنظن الفوز بكوب دافريك غيبقى في التاريخ ديالهم. هادو ثلاثه نزيدوا عليهم تا رومانسيس واخا تبليسه، مي هادو ثلاثه ديال اللاعبين سورتو بوفال اللي رجع لاوروبا، رجع لبلجيكا والنيفو ديالو رجع للنيفو ديالو اللي عارفينه عليه. زياش اللي كيلعب في الدحيل، وشنا ماتش على ماتش كيرجع زياش اللي كنعرفو. انا شوف، انا بالنسبه لي ما حتى واحد ما غادي يناقش المستوى ديالهم ولا غيناقش يعني المسار ديالهم مع المنتخب الوطني والانجاز اللي دار في كاس العالم، ولكن كتبقى الوايد الاختيار ديال واش فعلا جاهزين 100% باش انهم يكونوا مع المنتخب الوطني، او لا كاين لاعبين افضل منهم في هذه المراكز اللي يقدروا انهم يعطيو اضافه افضل ويكونوا احسن في المستوى في الاداء. فكنظن بان هذه الجوله اللي دار وايد كراكي، مشى للخليج، مشى لاوروبا، تواصل مع مجموعه من اللاعبين، عنده معطيات على
على كل لاعب. فانا ما نقولش خاص يكون فلان ولا ما يكونش فلان، انا كنقول اللاعب اللي هو بالنسبه لي، لان في الاول وفي الاخر حنا غنحاسبوا والد غراكي على النتائج، وحنا كنطالبوا والد غراكي بالنتائج، بالتالي هو المسؤول على الاختيارات ديالو. هاد اللاعبين كانوا في وقت من الاوقات يعني لاعبين حاسمين، لاعبين مؤثرين، لاعبين في المستوى الكبير، عطاو شيء الكثير للمنتخب الوطني. شفنا في كاس العالم يعني زياش اللي ما عمره كان كيديفوندي كيفاش انه رجع وكيديفوندي وكيتقاتل باش المنتخب الوطني يوصل للمركز الرابع اللي ما عمرنا كنا ننتظروا اننا غادي نوصلوا ليه، ولكن كتجي وقت من الاوقات كيكون المستوى يتراجع. كاين هذه المساله ديال التغيير ديال الفريق. فكنظن بان الا غتكلم على اداء على مسار، ما نقول لك وي مسار كبير من لي بيلي ديال المنتخب، ولكن في هذه المراكز كاين فيها تنافسيه كبيره، كاين بن صغير، كاين رحيمي، كاين لاعبين كثار اللي برزوا في هذه المراكز. فكنظن كتبقى يعني الوالد كراكي المسؤوليه ديال انه يختار واش زياش واجد باش انه يكون مع المنتخب الوطني، واش زياش الا جا غادي يرضى انه يكون يعني في البونتوش ويكون مثلا واحد يلاه جاي لاعب اساسي. هذه كلها معطيات اللي ربما غيعرفها والد اكثر منا حنا. انا بالنسبه لي انت هذاك ابو خلال يرجع في نيفو كبير من بعد الاصابه وكيقدم مستويات كبيره كاين اسماء كثيره لا في اليمين لا في اليسار. بالتالي توديف السيمانه هذه الزفولي مع لاياكس كندير بحال هكا كنقول شكون هو دا العزوزي؟ بالي التويمي ديال العزوزي انوار لعب دا ميور جوار التويمي ديالو، وعاد العزوزي مسكين بعد ليكيب ناسيونال في الالعاب الاولمبيه تبليسه، راه باقي من الالعاب الاولمبيه وباقي مبليسي في الفرقه ديالو في الطاليان. ها هو خرج لك عاوتاني. انا قلت لك دابا راه لعابه كثار، راه هاد القاعده ديال الاختيارات حاجه وحده، غير يعني تكون اختيارات اللي هي مناسبه للمنتخب الوطني، باش اللعابه اللي كانوا مثلا عندهم الرسميه في المنتخب الوطني وتراجع الاداء ديالهم خصهم يمشيو يخدموا على راسهم. الا مشينا يعني الفكر اللي كنا فيه قبل، راه غادي كنظن باننا غادي نضيعوا بعض اللعابه ولا غنخليهم يعني كسالى بهذا المعنى، يعني ما غيمشوش عارف راسو غادي يعيط ليه والد، غادي يجي للمنتخب الوطني غادي يلعب لانه سميتو فلان ولا انه يعني سبق وكان مع المنتخب في كاس العالم. هادشي ما خصوش يكون. الاحترافيه كتقتضي بان تراجع المستوى ديالك، الاحصائيات ديالك نزلات، راه غادي تمشي لك بلاصتك. كاين واحد اخر واجد قادر يعطي، حتى هو عنده الحق انه يجي ويحمل القميص ديال المنتخب الوطني، عنده ماتش جوج ثلاثه مهم راه قادر انه يعطي المنتخب الوطني، فهو اللي خصو يكون حاضر. راه هاد العاطفه راه غتادي لشي اشياء اللي ماشي صحيحه ولا ماشي في صالح المنتخب الوطني. وحتى الاصابه ديال الكعبي في الاسبوع اللي فات يمكن تعطي بليصه الايغامان ولا تعطي بليصه السنه دي بوركوا با نشوفوا لاعب يمكن حتى الزلزول يلاه رجع حتى ايغامان تراجع، ماشي تراجع مي شحال هذه ما سجل، كان جاي في مستوى كبير. كنظن بانه يعني شويه يعني في قدر الرسميه ديالو. الزلزولي احنا كنا كنقولوا راه مستوى يعني المستوى ديالو من غير رجع المستوى ديالو راه مستوى كبير. ايوا انت فين كيلعب في الكوتي اللي كاين فيه بوفال، اللي كاين فيه بن صغير، اللي كاين فيه فهمتي يعني مجموعه من اللاعبين اللي كتبقى على عامر. ايوا عامر وخويته يلاه واختار لينا انت كومين بوفال. راه الزلزولي ديال الالعاب الاولمبيه ومن بعد الالعاب الاولمبيه راه لاعب حاسم، راه كيدخل يا بيلانتي يا كوفريه يا اسيست، راه بن صغير بمعنى راه يعني كتبقى الوالد كي هو اللي خصو يختار. غادي تدير الاختيارات ديالك بناء على كاينين الاحصائيات واللي واجد واللي قادر يعطي الاضافه واللي قادر يعيش حتى مع المنتخب الوطني مزيان، فهمتي؟ لان خارج الملعب حتى هي مهمه بزاف، في لوطيل في التداريب في كذا، كل واحد عنده الميزات ديالو. وي ونتمنوا الخير، نتمنوا نشوفوا الجمعه، نشوفوا لائحه اللي تكون مرضيه للجميع، نشوفوا فيها كاع اللعابه في لو نيفو ديالهم، نشوفوا لاعبين اللي غيجيو بعدا نربحوا جوج ماتشات نتكاليفوا الكوب دي موند، وفي جوان
يكون عندنا جوج ماتشات مع تونس ومع البنين، جوج ماتشات مهمين جدا. شوف، هي في كل مرحله، في كل يعني دات فيفا كتكون معطيات جديده، فيها اللي بليسير، فيها اللي كيبرز بشكل كبير، فيها اللي كيكون يعني تراجع الاداء ديالو، فيها ربما اللي كيكون فقد الرسميه ديالو مع الفريق ديالو. فما يمكنش غادي تجي لهذا تقول هذا اللاعب راه كان معايا. كل مرحله عندها المميزات ديالها، وكاينين اللاعبين اللي محافظين على المستوى ديالهم، رسميه دائما متألقين في المستوى الكبير، هذوك راه دائما كيتضربوا على بلاصتهم. ولكن كل مرحله كيبدا يبرز لك لاعب. انت تكلمتي على اسماء اللي هما في الهو نيفو ما عمرهم باقي ما خداوش فرصه، خصهم حتى هما يجيو ياخذوا الفرصه ديالهم، خصوصا كما كنقول في مراكز الخصاص. مراكز الخصاص كاين مشكل كبير، لاكس وارير غوش خصنا ناسيريهم باقرب وقت. اخرين كاين الاختيار، كاين الخير. يمكن القوال ما نهضروش بونو ومحمدي وشهاب. كنظن شهاب شهاب مقدم مستوى كبير. كاين الخياطي الا رجع للمستوى ديالو ما بقاش كيحبس. الخياطي ما بقاش كيحبس، الاصابه ماشي ما بقاش كيحبس، كان مصاب. الا رجع على دابا كاين شهاب يستاهل. وتا هذا ديال الوداد بن عبيد نرجع دابا راه تا هو رجع. الدفاع كنظن الحلول كثيره، لا في لارير دروا يمكن حكيمي قاضي الغرض، كاين الهلالي، كاين بزاف ديال اللاعبين. نايف نيفو عالمي. مزراوي كيدير ماتشات خياليه هاد الايامات، واخا صايم ما كاينش، ما كاين حصاد ودراس. تبارك الله، نيفو في المستوى الكبير. تسجل دابا عندك حكيمي وعندك مزراوي. الا جبتي ارير غوش لا كان رسمي راه عندك بجوج. فهمتي؟ شوف بالنسبه للوليد، ارير دروا حكيمي، ارير غوش بزراوي، هذا منتهي، حيت هذا منتهي. ولا عندك ارير غوش في المستوى، براسك واحد ارير غوش اللي في المستوى. فينا واد وحنا ما كاينش. هادو كلهم اللي كنهضروا عليهم ماشي في المستوى المزراوي، كلهم شكون هما هاد ماشي في مستوى المزراوي. فاش ارير غوش كلاعب كلاعب. ولكن مزراوي ملي غنبغي انا مثلا يطلع ويدير دي سونتر، مثلا لاعب حنا درنا على شكون اللي كيسهل عليك، حيت عندك الزلزولي، عندك بن الصغير، عندك بوفال. عندك بن الزلزولي، عندك الصغير، عندك بوفال. غيدخلوا مثلا الكارم، ملي تدخل الكولوار شكون غيسوندري؟ عندك هذاك دابا متعلق بشكل كبير سميتو نصيري. تبارك الله المستوى ديالو، غتبغي لي سونطري، تقول لي قاد على اليمنيه، قاد على اليمنيه وسونطري. فين كاين المشكل؟ واخا سيدي، شوف كلاعب كنهضروا على مزراوي. هادشي ما كنناقشوش مزراوي في المستوى ديالو، هادشي اللي عندنا وسنوات ضوئيه. كاين فرق بين نيفو ونيفو، حيت كاع هادو اللي كنهضروا عليهم راه بنتي كان تري بون جوار في الزمالك وكيلعب مزيان، ولا شكون اخر، ولا شكون صافي قلتها بنتيك اللي بان ليا زعما شويه سميتو ذاك الوليد اللي مشى فالادوليد حتى هو كيدخل. ولكن هذا لا بنتيك لا ذاك ولا ازنو لا عطيت لا مابقاش كيلعب كاع، لا تجمعهم كاملين وما يخرجوش لك. ادم ازنو مازال جاي، فهمتي؟ مازال خصو الوقت، مازال فهمتي باش نحكموا عليه. هذا ماتشات مزيان. حنا خصنا دابا اللي خدماتكم مستمعاتي مستمعي الكرام، احنا كنتهيئوا للنقل المباشر للقاء التاريخي المنتخب الوطني المغربي ومنتخب البرازيل الزعيم في كرة الصالة عالميا في دور الربع. مستمعاتي مستمعي الكرام، بالاستوديو معي زميلي مصطفى بوشتا عن القسم الرياضي. مصطفى مرحبا بك. مرحبا الاستاذ ابو سهل، ومرحبا بالمستمعين.